في كتاب دكتور محمد طه الخروج عن النص بيتكلم عن نظرية مهمة جدا وهي اسمها القصص الغير منتهية. يعني ايه قصة غير منتهية؟ يعني قصة وجعتني ما بيني وما بين علاقة مهمة في حياتي، زي مثلا علاقتي بالأب. علاقة كانت مهمة جدا بس أنا شفت إن الأب ده مشغول، أو شفت إن هو بتاع ستات، أو شفت إن هو فاشل، مسيطر، أيا كان. المهم إن أنا ما كانش عندي علاقة ناجحة مع الأب ده، وكنت بتمنى يبقى عندي أب. دي قصة مش منتهية، يعني نهايتها ما كانتش سعيدة، فضلت نهايتها مفتوحة بالنسبة لي، إن الراجل اللي أنا محتاجة له مشغول عني، ما شافنيش، ما اتغيرش عشاني، أنا معرفتش أغيره. القصة الغير منتهية دي أفضل ماشي بيها طول عمري لغاية ما يجي في سن ويقابلني راجل. غريبة إن الراجل اللي أنا بتشدله ده ممكن يكون في عمر أبويا، وممكن يكون في مقام أبويا، ومش لازم يكون في مقام أبويا، بس أنا شايفاه راجل مسؤول، وأنا عندي مشاعر حلوة قوي ناحيته. المشاعر حلوة، بس اللي انت هتبقي عايزاه من العلاقة دي هو ايه بقى؟ مش بس ان انت بتتعاملي مع الشخص ده على انه كائن جديد في حياتك، لا، ده القصة الغير منتهية القديمة اللي هي علاقتي مع الراجل اللي انا حبيته زمان، اللي ما اتغيرش عشاني، اللي ما حطنيش أولوية. انا النهاردة نفسي جدا الراجل الجديد اللي دخل حياتي دي ابقى انا اللي بغيره، فابدا اخلي الراجل ده في مقام ابويا، بسمع كلامه، بتغير في حاجات كتير عشانه، ما بحسسوش خالص باي حاجه ممكن تكون تشيله الهم او تتعبه، مش عايزاه يزعل ابدا مني، ما بستحملش ان هو ينام زعلان، رضا من رضا ربنا. ايه ده انا بعمل ايه النهارده؟ اصل انا بحاول اقفل القصه اللي انا فاتحاها من زمان، ان الراجل ده المره دي بقى يتغير عشاني، واروح اختار واحد برضه بتاع ستات، مع ان بابايا كان بتاع ستات. تخيلوا ان انا ده بقابله كتير قوي في شغلي، ان البنت اللي اتربت مع راجل، الراجل ده كان ممكن يكون مدمن، تروح ترتبط بواحد مدمن. الراجل ده بتاع ستات، تروح تدور تبقى اتراكتد لواحد بتاع ستات. الراجل ده كان مشغول عنها، الاب ده كان مشغول عنها طول الوقت وبيسافر، تروح تحب قوي واحد مشغول وعنده حياه اجتماعيه، يعني على طول مشغول فيها. انت بتعملي ايه؟ معلش، اصل انا بحاول اقفل القصه بتاعتي، بحاول اغير الراجل ده، عشان لو انا قدرت اغيره المره دي هبدا احس ان انا ليا قيمه، وان انا ليا لازمه، وان انا اخيرا قدرت اغير الانسان اللي انا كان نفسي يتغير من زمان عشاني، وساعتها هتاكد ان انا انسانه كويسه. خلي بالك قوي من القصص الغير منتهيه، وخلي بالك انت كمان من القصص الغير منتهيه. اوعى تكون بتعيش حياة النهاردة وعلاقة النهاردة علشان خاطر تعوض فيها أو ترد على رسائل معرفتش ترد عليها زمان. انت غالي وانت مهم، بغض النظر عن مين اللي دخل حياتك وقالك ايه. ما تحاولش تاخد الرسائل دي من شخص تاني في نفس الصفات اللي أساءت لك زمان، تكون انت لسه بتختارها النهاردة علشان تثبت العكس.